زيايا كان معنا اليوم ضيفا عزيزا، نجم الجزائر وفاق سطيف والاتحاد سابقا بعد 12 يوم، ولاحقا راح يكون نجم بنياس الاماراتي. يا عبد الملك، بنياس راح يلعب مع الاتحاد في دوري ابطال اسيا، ها؟ والله انا اخويا مصطفى تفاجئ يعني بالجدول لما قالوا لي يعني بنياس يعني راح يقابل نادي الاتحاد السعودي في كاس ابطال اسيا. وش راح نقول، كان من اللاعبين يعني اللي خلى يعني خلى مكانته كويسه في نادي الاتحاد، يعني نعم. انتظر استقبال يعني يكون كويس خاصه من الانصار طيب النادي ان شاء الله. عبد الملك، سؤال اخير، اخذت قبل اخير اخذت مستحقاتك كامله من النادي ولا لسه؟ لا لسه، بقوا لي 4 رواتب. امتى قالوا لك بدنا نعطيكم اياهم؟ يقول لي رئيس نادي بعد 5 ايام ان شاء الله. يعني قبل ما تسافر؟ قبل ما اسافر لازم اسوي الوضع. طيب، لغريب مختار من الجزائر عم بقول لك نريدك في اتحاد العاصمه، بدي اجابات سريعه عبد الملك. والله انا لسه ما بدي ادخل الجزائر في الحين اخويا مصطفى. حقرا لك شوي. الاخ مازن الشريف عمول كابتن زيايا خساره رحيله من الاتحاد، اتمنى من قائد الزعيم شبيه الريح الامير عبد الرحمن بن مساعد احضاره لزعيمنا. والاخ ناصر عمول لن يحصل الاتحاد على مهاجم هداف وقناص مثله طيله تاريخه النجم عبد الملك زيايا، كنز لهجوم الاتحاد لا يقدر بثمن. وثامر العتيبي عمول انت لاعب لن يتكرر يا زيايا. شو تقول لهؤلاء الناس اللي حبوك واللي عم بيبعتوا لك؟ والله اخويا مصطفى انا اقول لهم يعني اشكرهم يعني على الوقفه تاعهم، خاصه في المشوار في الموسمين اللي قضيتها في نادي الاتحاد هنا. نعم. يعني اشكر كل الانصار يعني اللي وقفوا معايا وساندوني في الفتره هذه. برشلوني ولا مدريدي يا عبد الملك؟ برشلوني. رهيمان بارسا وتشيلسي يا ابو كرم. انا تشيلساوي والله، بس ما لنا حظ معكم انتم، ما شاء الله انتم مولعين. يعني انا اذا لعبت تشيلسي مع برشلونه حوقف مع برشلونه. رهيمان الحربي، علي الزعابي، الاخ سعد بن خالد عم بيقول زيايا من افضل 10 لاعبين خلال ال5 سنوات الاخيره جاءوا الى الدوري السعودي. والاخ محمد الشيخ ادريس عم بيقول اول مره بحياتي بستخدم تويتر وعملته اليوم كرمال ما اسلم عليك عن طريقك، وصل السلام لزيايا. ناس بتحبك يا عبد الملك. الله يسلمك ابو كرم، والله نفس الشعور، شعور متبادل والله. طيب سؤال بس الاخير على السريع، هذه الحركه بايدك شو هذه اللي تعملها بس تجيب جول؟ والله انت واحد مجنون اخوي مصطفى. والله شكلك عاقل وعاقل كثير كمان. عاقل كثير والله يا عبد الملك. عبد الملك، اترك لك مساحه صغيره تقول فيها ما تشاء في نهايه هذا اللقاء. والله اخويا مصطفى اشكركم على هذا البرنامج، يعني خاصه صدى الملاعب اخويا مصطفى، يعني من اروع البرامج في الرياضه يعني. واشكر يعني جمهور نادي الاتحاد وكل من يعني ناصر زيايا وشجع زيايا. الحمد لله يعني شيء افتخر به، يعني انا خاصه من جمهور من ذهب يعني. نعم. مثل نادي الاتحاد ما انساه طول حياتي يعني، الحمد لله. شكرا لك الكابتن والنجم عبد الملك زيايا، كنت ضيف عزيز علينا من جدة. نتمنى لك التوفيق في وجهتك المقبلة في طبعا بنياس. كل الشكر لك وإن شاء الله بالتوفيق في حياتك. شكرا لك. شكرا أخويا مصطفى، وتصبح على خير أنت وكل ضيوف. شكرا. وسلامي لشقيقك محمد، ولا أيضا للكابتن عبد الله الشريدة. صوتوا لأفضل لاعب عربي لعام 2011 واربحوا سيارة فورد تورس. طبعا التصويت مستمر إلى فترة إن شاء الله قريبة ليست بعيدة، فلسه عندكم الفرصة لتبعتوا الأرقام اللي شايفينها على الشاشة، وإن شاء الله بتكونوا كمان أنتم من الفائزين. شكرا لكم.